قبل ما اكون شغال سينيور ميديا باير في ايجنسي سعوديه وبمانج كامبينز بتعمل مبيعات بالاف الدولارات يوميا which is ده البوزيشن الحالي بتاعي، انا كنت شغال كاستمر سيرفيس ايجنت او كول سنتر، وكنت بستقبل يعني تقريبا اكتر من 60 مكالمه في اليوم، لحد ما جيت في يوم من الايام كده قررت ان انا احافظ على ما تبقى من حاسه السمع بتاعتي، وقلت انا هغير المجال بتاعي. وكان اختياري المجال ده هو مجال الماركتنج، واتخصصت جوه مجال الماركتنج في الميديا باينج. هتقولي طب ليه اخترت الميديا باينج؟ هقول لك لان انا كان تصوري ان الميديا باينج ان السالاريز بتاعته عاليه جدا، يعتبر اعلى واحد في التيم بعد الماركتنج مانجر من ناحيه السالاري يعني، والمجال ده تقدر تشتغله فريلانس ريموت اون سايت، وبالفعل الحمد لله تصوري كان صح في كل الحاجات اللي انا كنت بقول عليها. يعني على سبيل المثال انا اشتغلت في الميديا باينج از فريلانسر، واشتغلت ريموت، اشتغلت مع ايجنسي من اليو كي، واشتغلت اون سايت، والحمد لله انا مبسوط جدا من السالري اللي انا باخده حاليا. اتليست هو يعني اضعاف السالري اللي انا كنت باخده از ان ايجنت، مع ان انا كنت شغال ايجنت كول سنتر في اكونت انجلش. بس الفكره ان انا لما بدات مجال الميديا باينج ده كان الموضوع فيه تشتت كبير جدا، لان ما كانش فيه خريطه واضحه امشي فيها، يعني بتقول لي ايه التوبكس اللي انت المفروض تتعلمها عشان تكون ميديا باير شاطر. فانا في الفيديو ده جاي النهارده كده بصيت بصه ورايا وقلت ايه المجالات او ايه التوبكس اللي انت المفروض تتعلمها عشان تكون ميديا باير شاطر في اسرع وقت. فانا جمعت التوبكس دي في الفيديو ده، وهقول لكم بالترتيب كده، يعني انا هاخدكم في الجيرني بتاعت الكامبين، او من قبل ما نبتدي اصلا الكامبين لحد ما بنلانش الكامبين ونبتدي ان احنا نمونيتور الريزلتس اللي الكامبين دي بتجيبها. وهقول لكم كده في كل يعني ستيب او في كل خطوه بنعملها في الكامبين دي ايه الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها عشان تكون ميديا باير شاطر. في البدايه ايه هو اصلا الميديا باير؟ انا هديكم تعريف مبسط خالص، انا مش هكبر المواضيع في الاخر من الفيديو ده، انا هعتبر ان انا بكلم حد مش عارف اي حاجه عن الميديا باينج، وفي نفس الوقت لو حد عنده اكسبيرينس عن المجال او عنده فكره عن المجال هيلاقي الكلام اللي انا بقوله فعلا مفيد. يعني في البدايه الميديا باير هو شخص بيشتري اعلانات من على المنصات اللي زي فيسبوك، سناب شات، تيك توك او جوجل ادز، حاجات زي كده يعني. طيب ايه الغرض بقى من شراء الاعلانات دي؟ الغرض ان انت بيجي لك حد مثلا او بزنس بيجي لك بيصرف او عايز يصرف مثلا مبلغ في الاعلانات، عايز يصرف 5000 جنيه، انت شغلتك ان انت تجيب له اعلى عائد على الانفاق بتاعه ده اللي هو اسمه الار او ايز، اللي هو ريتيرن اون اد سبنت. فانت مثلا الشخص صرف 5000 على الاعلانات تجيبهم له 10 20 30، كل ما الار او ايز عالي او كل ما العائد على الانفاق يكون اعلى كل ما بتكون ميديا باير اقوى، وبالتالي مرتبك في السوق بيكون اعلى. يعني على سبيل المثال انا هحط لكم سكرين شوت كده لكلاينت انا كنت شغال معاه، كنت بمانج الكامبينز بتاعته، وكان صرف على الاعلانات على منصه سناب شات حوالي $870. انا رجعت له العائد على يعني العائد على الانفاق او الار او ايز كان على الكامبين خلال الاسبوع ده تقريبا 23، يعني الكلاينت كان صرف تقريبا $870 رجعوا له حوالي $23000. طيب كده احنا عرفنا الميديا باينج واتفقنا ان هو كل ما بتجيب عائد على الانفاق اعلى او ار او ايز اعلى كل ما بتكون ميديا باير مميز في السوق وبيدفع لك مرتب اعلى. يعني من الاخر انت ازاي بقى تجيب ار او ايز عالي للكلاينت اللي انت تشتغل معاه؟ انا هقول لكم التوبكس اللي انتم المفروض تتعلموها، ولو انتم مهتمين بتوبيك معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا هعمل لكم فيديو مخصص عنه. تمام؟ في البدايه انت محتاج تتعلم الاداه اللي بتخليك ان انت تجيب ار او ايز عالي اصلا، زي مثلا الادز بلاتفورمز اللي انت بتتعامل عليها. محتاج تتعلم مثلا اشهر الاد بلاتفورمز زي سناب شات، تيك توك، ميتا، جوجل ادز طبعا. فالمنصات دي مشهوره وتقريبا كل الكلاينتس بيشتغلوا عليها، واكس كمان مهم في السوق الخليجي. تاني حاجه مهم ان انت تكون بتستخدم كرييتيفز بتجيب لك ريزلتس كويسه. خلينا متفقين ان الميديا باينج كله دلوقتي بيتحول لحاجه ليها علاقه بالاي اي، وان هو بيجيب لك الاودينس المناسب للكامبينز بتاعتك. فانت الشطاره بتاعتك ان الماركتنج مسج تكون مناسبه، بحيث لما الالجوريزم توصل الكرييتيف او الماتيريال بتاعتك دي للشخص الصح الماتيريال دي تعلق معاه. فانت محتاج تكون عارف، يعني انا مش بقول لك اشتغل ديزاينر جنب الميديا باينج انك تعمل ديزاينز لنفسك، بس انا عايزك تكون فاهم ازاي تجادج الديزاين الكويس واللي هيعلق مع الاودينس بتوعك. فانا هحط لكم تشانل كده كويسه بتتكلم عن التوبيك ده بالتحديد لانه توبيك نادر، يعني اسمها دارا ديني تقريبا. فانتوا بصوا على الاكونت بتاعها بتتكلم عن المواضيع دي، ومهم برضو ان انت يكون عندك عين بتلمح الديزاين الكويس من الاخر يعني، او الديزاين اللي هيعلق مع الاودينس بتوعك. طيب انت دلوقتي خلاص اتعلمت الاد بلاتفورم اللي انت تشتغل عليها، سواء هي كانت تيك توك، سناب شات، جوجل ادز، واتعلمت ازاي تاخد ماتيريال كويسه من الديزاينر بحيث تجيب لك ريزلتس كويسه من الكامبين بتاعتك. اللي بعد كده بقى ان انت تحاول تفهم الويب سايت. يعني انت في الاخر لو بتران ادز على سوشيال ميديا او بتران ادز على سيرش ادز زي جوجل ادز، انت في النهايه بتكونفيرت الكاستمر من السوشيال ميديا للويب سايت بتاعك عشان تتم ترانزاكشن عليه. تمام؟ دلوقتي السوشيال ميديا ما تعرفش حاجه عن اللي بيحصل على الويب سايت بتاعك، فانت تخلي الاثنين يتكلموا مع بعض ازاي؟ دي عن طريق حاجه اسمها بيكسل. فانت بتبتدي ان انت تسطب البيكسل مثلا على الويب سايت بتاعك اللي هي بتقول للسوشيال ميديا بلاتفورم انا مثلا في كلاينت انا بعته لك، فلو الكلاينت ده لما يخش على الويب سايت ويعمل ترانزاكشن الويب سايت يقول للسوشيال ميديا الشخص ده عمل ترانزاكشن، فهتيجي ناس شبيهه للشخص ده. فلما انت بتعمل البيكسل بتخلي السوشيال ميديا بلاتفورم تتارجت افضل اودينس ممكن يشتري البرودكت بتاعك، لان في النهايه السوشيال ميديا فهمت خلاص مين الشخص اللي بيعمل ترانزاكشن على الويب سايت بتاعك عن طريق ان الويب سايت اتكلم مع السوشيال ميديا وقال لها الشخص ده عمل ترانزاكشن. وصلت؟
فموضوع البيكسل لما بتتسطب ده بتكون مختلفه على حسب التكنولوجي اللي شغال بيها الويب سايت بتاعك. يعني انت مثلا شغال على سله، ووردبريس، زد، على حسب السوق اللي انت شغال فيه وعلى حسب التكنولوجي اللي معمول بيها الويب سايت. بس في النهايه محتاج ان انت تتعلم حاجات زي جوجل تاج مانجر، محتاج تتعلم ساعات بيكون في بلجنز بتساعدك ان انت تعمل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده لو انت بتتعامل مثلا على ووردبريس او زد او سله او الحاجات دي. بس لو انت شغال على ويب سايت نيتيف هتحتاج تتعلم حاجات زي جوجل تاج مانجر وهكذا. في الحته دي بالذات انا هرشح لكم حد او تشانل كده اجنبيه بتتكلم بالذات عن جوجل تاج مانجر وعن جوجل اناليتكس، لان الاثنين بحر، والاثنين لو اتعلمتهم بشكل كويس هيساعدك جدا في الحته بتاعه الكونفرجن تراكنج دي. في تشانل اسمها اناليتكس مانيا، دي بتتكلم عن التو توبكس دول بالتحديد. وفي المحتوى العربي حد اسمه باسم مجدي، ده عنده ويب سايت اسمه باسم سكول تقريبا، عليه كورسز بيد، وبرده بينزل على اليوتيوب تشانل بتاعته حاجات ليها علاقه بالتوبكس دي. يعني بعد خلاص ما بتكون سطبت الكونفرجن تراكنج بتاعك والبيكسلز وكل حاجه تمام، واستلمت الكرييتيفز المحترمه اللي انت لانشت بيها الكامبين، هتبتدي بقى ان انت تمونيتور الريزلتس بتاعتك من الداشبورد بتاعت سواء جوجل اناليتكس او الداشبورد بتاعت البلاتفورم، الاد بلاتفورم نفسها، وبتشوف بتادجست الكامبينز بتاعتك بناء على الميتريكس اللي ظاهره لك من الاد بلاتفورم دي. فده بشكل عام كده الجيرني بتاعت الكامبين كلها او الستبس اللي انت بتعمل بيها الكامبين. لو في اي ستيب او لو في اي توبيك جوه البروسيس دي كلها لسه مش واضح معاكم، اكتبوا لي اسم التوبيك ده في الكومنتس وانا هشرحه في فيديو مفصل، لان كل حته فيهم حرفيا بحر يعني ومحتاجه فيديو كامل بتكلم عنها. فقولوا لي ايه اكتر حته انتم محتاجين شرح فيها وانا هعمل لكم فيديو مخصص عنها. ولو انت لسه اصلا بتبتدي في البدايه خالص ومش عارف اصلا مجال الميديا باينج ده كويس ليك ولا لا، فهتلاقي في فيديو ظهر لك كده انا كنت بقارن بيه ما بين المجالات المشهوره يعني، وبقول لك ازاي تختار المجال المناسب ليك. روح اتفرجوا عليه هيفيدك جدا.